إحنا معك، برنامج مع أميز النجوم في المجتمع، يأتيكم يوميا في 11 مساء على قناة زول سبورت عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا معاك، خليك في البيت. تابع أول الدقائق في الشوط الثاني، دقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وحتى الآن ركلة جزاء لفرقة الخرطوم الوطني. شوط المدربين، يا سلام! أول أهداف اللقاء لفريق الخرطوم الوطني. نعم، بلغة العرب هدف، وبلغة الإنجليز جول، والإيطالي بليتي، والتونسي بونتو. نعم، الأحباب الأكارم في كل مكان، تحية واحتراما، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نحن معاك وخليك في البيت من منصة زول سبورت. للحد من انتشار جائحة كورونا بنقدم لكم مادة يومية فيها أبرز نجوم المجتمع السوداني وكرة القدم بشكل أخص، وأيضا لدينا بعض الضيوف من الوطن العربي الكبير. سعداء جدا أن يكون معنا في هذه الحلقة محمد المصطفى، نجم المنتخب الوطني ونجم نادي الخرطوم الوطني. محمد المصطفى، رمضان كريم عليك ومساء الخير عليك. الله يخليك، نحن سعداء جدا انك اول حاجه لبيت دعوه انه تكون معنا في برنامج نحن معاك وخليك في البيت لحد من انتشار جائحه كورونا. بنقدم ماده للساده متابعي الصفحه ومتابعي السوشيال ميديا بشكل عام. نسعد جدا انك منحتنا القليل من زمنك للاطلاله في هذا المساء الجميل. ان شاء الله باذن الله، دعواتنا ان شاء الله ربنا يرفع عنا هذا البلاء. واول حاجه يا محمد، طبعا يعني الحلقه دي بالنسبه لي بتمثل لي حاجه مهمه جدا. اول حاجه جات تحت اجواء خريفيه جميله جدا، ويعني ممتعه جدا. ان شاء الله حتكون بالتاكيد فيها انت اكيد حتكون حاجه جميله جدا. ان شاء الله. يعني وانا الناس ذات نعم. انا ذات الخبره عندنا هنا شغاله ذات شايفه برا. نعم اكيد ان شاء الله يا رب الخير يعني على اقدام الوالدين باذن الله، وتكون حلقه مميزه نقدم فيها ماده جيده للساده المتابعين. يا محمد، انت يعني لاعب الخرطوم الوطني، المنتخب الوطني، طموحات كبيره جدا، مدربين كثيرين بيتكلموا عنك بشكل جيد جدا، فنيين كثيرين جدا معجبين جدا، عروض خارجيه وعروض داخليه وفي مساله بتاعت حجز حاصله من انديه السودان بشكل عام، خلينا ما نحصرها في القمه. حاجات كثيره جدا حاصله معاك كمحمد المصطفى، حنرتبها ان شاء الله واحده واحده. وعلى فكره برضه في كلام برضه سلبي عليك برضه حنقول ان شاء الله بالتفصيل وناخذها واحده واحده. في البدايه طبعا انا عايزك تكلمني عن بداياتك في كره القدم بشكل عام، براعم، ناشئين، شباب، شنو تربيت وين ونشات على يد منو من المدربين، وكيف كانت حياتك في بداياتك في كره القدم؟ طيب، انا واحد، انا من مواليد شمال كردفان والأبيض. عشت بدايه حياتي في اليمن، يعني من 97 لحد الألفينات انا كنت موجود في اليمن. بعد ذلك جينا راجعين السودان. استقرينا في منطقه الخرطوم وبالاخص منطقه اركبيل، مربع 56. بدايات كانت متواضعة جدا، يعني بداية أي لاعب يعني هاوي في كرة القدم. نعم. يعني بديت بالرابطة، بلعب في رابطة أركبيل نعم. في فريق اسمه الكوكب. بعد ذاك اتدرجت، مشيت لعبت في فريق أركبيل ذاته اللي هو في الدرجة الثالثة. بعد نعم. ذاك لنادي التحرير، تحرير الكلام ده المحافظة. كان فيكم لما طلعت اركويت؟ لعبت في الرابطة 2010. اركويت، رابطه اركويت ولا فريق اركويت الكبير؟ لعبت في الرابطة بتاعت أركبيل وفريق أركبيل الكبير. نعم. فريق الفريق اركويت كان في الاولى ولا في الثانيه؟
لا الوقت ده كان في الثالثه، لسه كان في الثالثه. كان- اي نعم. طيب، كان بتعرف كان سنه كم مثلا، 13 14 ولا؟ 2012 2013. نعم، 2012 2013. بعد ذاك من الكويت مشيت التحرير. ايوه. نعم. شنو الحاجه كانت بارزه فيك انت كلاعب كوره خلت ناس التحرير يقولوا اللاعب ده نحن عايزينه معانا؟ هل كنت هداف؟ هل كنت بلاي ميكر كويس كصانع لعب؟ ولا كنت باضافتك في خط الوسط بشكل عام كمتقدم؟ شنو كانت السمه البارزه الاساسيه فيك اخذوها على اثرها ناس التحرير قالوا اللاعب ده حيفيدنا؟ والله اقول لك كمان، انا يعني انا اقول لك حاجه غريبه جدا. انا لما نعم. كنت في، يعني ما كنت مهتم بالكوره صراحه. يعني نعم. لانه السنه اللي سجلت فيها نادي الكويت هي السنه اللي كنت دخلت فيها جامعه الزعيم الازهري. نعم. فكان بالنسبه لي كان هاجس، يعني كنت مهتم بالمحاضرات يعني اكثر او بالجامعه اكثر من الكوره. فكنت يعني حتى كان في تمارين كثيره كنت بغيب عنها. لكن الحمد نعم. لله المدرب كان بتاعنا هيثم النور، يعني لانه انا كنت يعني كنت بقدم اضافه صراحه جوا الميدان. يعني كان بيلعبني، يعني حتى لما بغيب من التمارين برضه كان بيجي يعني بلقى نفسي اساسي. وانا نعم. في اركويت، انت عارف انه انا في اركويت لاعب موسم كامل جبت 3 اهداف بس في اركويت. في اركويت، لكن ما كنت قاعد العب مهاجم، كنت بلعب في نعم. الاطراف. فيعني نعم. مهاره على سرعه، يعني على انضباط جوا الميدان، على روح قتاليه. يمكن دي الحاجه جذبت ناس التحرير انهم يسجلوني انا لنادي التحرير البحراوي. نعم. في الوقت اللي كنت فيه في اركويت ما كان في التزام بالنسبه لانه كنت مفضل انك تكمل في المجال الاكاديمي اكثر من المجال الرياضي؟ ايوه، يعني الالتزام يعني كان بدرجه كبيره جدا، يعني للجامعه، او الاولويه كانت نعم. للجامعه اكثر مما كانت للنادي. نعم. طيب، وكوتش محمد وكوتش حسب. الكوتش كان بيلعبك على حساب انه في ناس ثانيين كانوا ملتزمين؟ لا يعني كنت انا يعني كنت يعني كيف كانت يعني المساله، انه انا يعني دائما يعني في الليج زمان، يعني الفتره بين المباراه والمباراه كانت بتكون بعيده، يعني ما زي الدوري نعم. الممتاز. مثلا ما كله ايوه. 3، لا يعني كان الفتره بتكون مثلا اسبوع 10 يوم. يعني انا بحاول بقدر الامكان انه انا مثلا في ال3 4 يوم الاولى اكون في الجامعه، او يعني بعد ذاك اجي للنادي مثلا قبل 3 4 يوم احضر لي 3 4 تمارين، بعد ذاك بخش المباراه يعني. نعم. نعم. معك انا في النقطه دي هنا. نعم. وبالتاكيد في عدد من الانديه كانت بالنسبه لها المباراه بتعني انه صعود هبوط حاجات، تفاصيل كثيره جدا ثانيه. بالنسبه لانتقالك من اركويت للتحرير، في التحرير برضه كان المعدل التهديفي كان اقل ولا ارتفع تدريجيا؟ لا لا، في التحرير يعني يمكن انا وصلت يعني اقول لك يعني مثلا ل 70% من مستواي في نعم. التحرير. جيت ثاني هداف كنت في السنه الاولى. اول لي سنه في التحرير كنت مسجل 13 هدف في السنه نعم. الاولى في الدوري الاولى. بعد ذاك في ال6 شهور اللي بعدها انا قعدت سنه ونص. في ال6 شهور اللي بعدها يعني كنت الكوتش صلاح مشكله، انا من هنا بحييه، كان بيلعبني زي او صانع العاب. نعم. فحتى في يعني برزت وصنعت كثير من الاهداف، وحتى كنت بسجل اجوان يعني. فده الشيء نعم. اللي خلاني اشتغل لنادي الخرطوم الوطني. نعم. فاكر انه في السنه على مع التحرير وفي الانديه اللي كانت منافسه لكم، من المهاجمين اللي كان مثلا بيسجل؟ يعني في لعيبه كانوا موجودين في الانديه اللي كانت بتباريكم او حواليكم، حاليا هو باعتباره نجم موجود، سواء كان على مستوى الدوري الممتاز او غيره؟ والله هو الوقت ده كان موجود خالد دنقله، كان بيلعب في نعم. اوغندا. يعني انا كنت بتنافس مع خالد دنقله، انا بتذكر انه خالد دنقله هو كان الهداف تقريبا. اي كان الهداف خالد دنقله الزمن ده. وانا نعم. جيت ثاني. اي تقريبا كده كان خالد دنقله. نعم. تخصصك في الجامعه شنو؟ انا بحضر بقرا، تخرجت من جامعه الزعيم الازهري بكالوريوس الشرف في الاقتصاد والعلوم الاداريه. والان نعم. الحمد لله بحضر ماجستير، حاجه اسمها الاقتصاد البحت، او بيقولوا له البيور ايكونوميك. نعم. طبعا نادرا جدا ما نسمع انه لاعب كوره بحضر في حاجه عندها اكاديميه عندها علاقه بالاقتصاد والاداره بشكل عام. ف لا يعني لا لا، يعني نعم. تفضل. تفضل. لا لا تفضل. لو عندك حاجه تقول كمل ممكن. انت الحته دي شايفها عاديه، يعني انه لاعب الكوره يمشي يكمل الاكاديميات بشكل جيد وكمان يكمل على الماستر؟ دي برضه رجعتني لنقطه مهمه جدا، انك انت قبل ما كان عندك يعني حابب تكمل في الاكاديميه اكثر من الكوره، والكوره دي بالنسبه لها زي
يعني زي ما نقول انه هي موهبه وربنا وفقك بها بشكل كبير في انك انت تكمل معاك يعني. صح كلامك. يعني ما عباره الكوره عن اجتهاد، يعني اجتهاد بالشكل اللي بنعرفه نحن. انا هي بعرف انه لعيبه الكوره دائما بياخذوا على نفسهم انه الواحد احيانا بيته ذاته ممكن ما يقعد فيه، بيقضيها معسكرات مع النادي عشان يقدر يطور من نفسه ويكون باعتباره انه يعني يصنع لنفسه مجال. فانت كان اعتقد انه تفكيرك كان صناعه مجالك انك تكون في مجال مثلا الاقتصاد او التخصص اللي انت شغال فيه اكاديميا، قال له تصنع لنفسك مستقبل. كان كره القدم بالنسبه لك هي باعتبارها يعني زي ما نقول انت حاجه حبيه. يلا هو كلامك يعني صح لدرجه بعيده. انه انا كره القدم يعني حتى لما انا كنت في التحرير ما كنت خاطي انه انا مثلا ممكن اصل للمرحله دي من حياتي الكرويه مثلا، عرفتها. نعم يعني انا حتى كنت بلعب في التحرير كنت شايف انه انا خلاص يعني سنتين ثلاثه كده والموضوع ده حينتهي. يعني اول ما اتخرج من الجامعه احضر الماجستير حاشوف لي شغل اشتغل. يعني ما كنت خاطي التصور انه انا ممكن اصل لمراحل بعيده في يعني في الكوره. ويمكن يعني الموضوع بتاع انه يعني انه لاعب الكوره صعب انه يحضر مثلا او يقدر يعني يتمرحل في مراحل بعيده من السلم التعليمي. يعني نعم يمكن يكون صعب بالنسبه للاعب الكوره لظروف كثيره زي ما انت قلت، يعني معسكرات خارجيه، التزامات مع النادي. حتى النادي ذاته يعني في انديه ما بتتقبل الكلام ده، يعني ما بتتقبل نعم فكره انه مثلا قاعد معاه بتلعب معاه تمشي تمتحن او تقيب من التمارين عشان تمشي تحضر محاضرات. والحاجه نعم دي انا يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن يعني بعد الله سبحانه وتعالى انا برجع لنادي الخرطوم الوطني، لانه يعني النادي في الحته دي بالذات انا يعني عنده فضل كبير عليه جدا، لانه وقفوا معي. يعني حتى قريب ده انا يعني حتى هسه قريب ده قبل ما نتوقف انا كنت غايب من المباريات. حتى يعني قبل ما الجائحه بتاعت كورونا تجي الدوري لما كان شغال فكانوا دايما بدوني الاذن. يعني انا اول ما يكون عندي امتحانات بقوم بجيب يعني الخرطوم الوطني يا محمد ممكن نقول عليها متعاونه معاك بشكل كبير. بشكل كبير وبشكل تام جدا جدا. نعم. طيب يا محمد خلينا ناخذ فتره التحرير اخذت معاهم كم موسم؟ لعبت معاهم اكثر من موسم؟ لعبت سنه ونص، موسم ونص. نعم. وبعد ذاك الخطوب الوطني كانت بالنسبه لك كوجهه واحده كعرض واحد ولا كان في عروض ثانيه من انديه اخرى؟ طيب الخرطوم الوطني يعني يمكن انا في يومين انتقلت للخرطوم الوطني. انا كنت الوجهه كانت اهل شندي. نعم الوجهه كانت اهل شندي من خلال السيد عبد المهيمن. انا اصلا يعني نعم قعدت اتكلم وانا كنت ماشي اهل شندي. يعني نعم اخر يومين بتفاجئ انه رئيس نادي التحرير بيتصل علي تليفون بيقول لي يا اخي ناس الخرطوم الوطني ديل جو. يعني نعم صراحه هو كلام. قال لي يا اخي انت احسن لك من اهل شندي، لانه ده انت بتقرا جامعه وده نادي في الخرطوم وانت لسه ما انتهيت من جامعتك، نادي قريب من الجامعه ممكن تقدر تواصل في الجامعه نعم تمشي النادي. صراحه كلامه يعني منطقي وكلامه اقنعني، وعلى كده انا انتقلت نعم. للخرطوم الوطني. ما يعني برضو يا محمد فكرت برضو انك تكمل اكاديمياتك. ايوه الحمد لله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا اخي. ودي حاجه على فكره مهمه جدا. التعليم ماشي هين حتى لو كان كره القدم بتجي منها الملايين، الا انه التعليم يفضل هو مناره العقل ويخليك تفكر بشكل افضل في حياتك وترتبها صح. صح. ليه اخترت الخرطوم الوطني؟ ما يمكن يكون اهل شندي عرضه المالي يمكن يكون اكثر، وفي نفس الوقت برضه باعتباره مش افضليه الخرطوم الوطني على ولا افضليه اهل شندي على الخرطوم الوطني، لكن انت عارف العقليه الراسماليه اللي بتدير اهل شندي يمكن تكون فيها جانب مادي افضل. الخرطوم الوطني يمكن يكون كمؤسسيه ونادي في الخرطوم ومواهب واهتمام برضه. شنو اللي خلاك تعمل مقارنه وتختار الخرطوم الوطني غير الجامعه؟ طيب انا اقول لك. يعني انا لما كنت في التحرير ما كان عندي اي اهتمامات بان انا مثلا اتابع الدوري الممتاز او اشوفه، او يعني ما كنت اصلا بعرف يعني الهلشندي فيه شنو، ولا بعرف اصلا الخرطوم الوطني فيه شنو، عرفتها. نعم اللي خلاني اختار الخرطوم الوطني انه هو نادي في العاصمه، نعم قريب من بيت، قريب من الجامعه. نعم. ده السبب الاساسي. ده السبب الاساسي. طيب يا محمد يعني اسرتك عندها دور في انك انت تكون لاعب كوره ولا تتعرج على المجال الاكاديمي اكثر؟ والله يعني الوالده يعني في البدايات، يعني حتى لما لحد ما انا وصلت التحرير، يعني في البدايات كانت يعني مش معترضه بدرجه كبيره. هي عارفه انه انا بحب اعمل الحاجه دي او بحب امارس كره القدم، فما كانت بتمنعني. لكن كان دائما نعم بتذكرني انه يا اخي جامعه اولى، لانه انا الوالده اللي هي يعني ربنا يديها الصحه والعافيه هي استاذه ذاتها يعني، عرفتها. نعم فكانت يعني كانت مهتمه جدا بالجانب الاكاديمي. بتقول لي يا اخي انت، حتى كانت بتقول لي يا اخي جيب شهادتك خطها بعد ذاك اعمل الدار تعمله. نعم فانا يعني قبل ما اجيب الشهاده اللي هو كنت مواصل مواصل في كره القدم. يعني ربنا وفقني الحمد لله بدعوات او توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، يعني توفقت الحمد لله.
نسال الله رب سبحانه وتعالى انه يحفظ لك يا محمد، وتكون دائما كده شايفاك ناجح ومتالق ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. الله يخليك الله ان يخليك. شاء الله. تسلم. انا عايز اعرف الخرطوم الوطني، الخرطوم الوطني كويشها، انا واحد من الناس، انا النادي ده وكيل له كل تقدير واحترام، وواحده من الانديه، واحد من الانديه اللي بتهتم كثير في بالفئات السنيه، في نفس الوقت المرافق العامه عندهم حياه مميزه جدا في منطقه الخرطوم وسط. ف يعني اختيارك له الاجواء كانت كيف؟ هل كنت يعني التحرير الخرطوم الوطني اكيد نقله كبيره جدا انك تجي للنادي رقم 3 في الخرطوم، او النادي رقم 3 على مستوى السودان حتى، بعد يمكن نزول مستوى بعض الانديه. الخرطوم الوطني بالتاكيد نادي يمكن تحسبه في اهم 5 انديه على مستوى السودان. النقله كانت كيف؟ انت كلاعب حتى هناك بتجي في التحرير ممكن تكون لها، والموضوع بالنسبه لك عادي جدا، ممكن تكون فيه يعني مساله عدم اهتمام بانه دي ممكن تكون بالنسبه لك تصنع تاريخ، تجني منها برضه مال كويس. كيف كان تعاملك مع الخرطوم الوطني كاول خطوه لك في عالم احتراف كره القدم؟ طيب قبل ما اجاوب على سؤالك، يعني الخرطوم الوطني يعني صراحه نادي، يعني انا لما انا جيت ما كنت عارف، يعني ما كان عندي معلومات عن الخرطوم الوطني. لكن اول ما جيت اكتشفت انه الخرطوم الوطني يعني صراحه نادي من اكبر وافضل الانديه في السودان، واكثر نادي بيلعب كوره لحد اللحظه، كوره منظمه، كوره ومرحله في السودان. فانا قدر ما اتكلمت لك، يعني قدر ما هتكلم لك عن الخرطوم الوطني ما حوفي لك حقه يعني، ولا بيتك. حوفي لك فضل، حوفي لك فضله علي بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. نرجع لسؤالك اللي هو انه كيف كانت النقله من التحرير نعم. نعم. للخرطوم الوطني. انا لما جيت من التحرير، جيت كلاعب، يعني كلاعب عندي اسم في دوري الدرجه الاولى. نعم. جيت هداف من دوري الدرجه الاولى. لما جيت نادي الخرطوم الوطني جيت في عهد كواسي ابيع. نعم. جيت اتذكر انه مدرب الخرطوم الوطني اول حاجه مدرب عالمي. لعيبه الخامات اللي كانت موجوده الزمن ذاك في الخرطوم الوطني خامات لا غبار عليها. اتفاجات انه انا لما جيت الخرطوم الوطني بقيت ما قاعد العب اساسي، انا قاعد في الدكه. يعني ده ما كان التصور انا خاتيه. ويمكن دي الفتره دي كانت يعني اكثر فتره صعبه في حياتي الكرويه مع نادي الخرطوم الوطني، انه انا جيت متصور تصور انه انا حاجه العب اساسي، نسبه للشيء اللي عملته مع شنو؟ مع نادي التحرير. فلما جيت نادي الخرطوم الوطني تفاجأت انه انا قاعد في الدكه. يعني لكن بعد ذاك يعني كواسيابيا يعني في طريقه بتاعت تعامله معي، يعني في توجيهاته لي يعني عرفتها، خلاني او يعني قدر يطور من مستواي، والحمد لله بعد ذاك خشيت المنظومه واستمرت في اللعب يعني. نعم. نعم. طبعا يا محمد المصطفى، يعني كويس ابي واحد من المدربين الابرز على مستوى القاره السمراء في اخر 10 سنوات، وواحد من اهم اللاعبين للمنتخب الغاني، واكيد جاء السودان وعمل علامه مهمه جدا مع الخطوب الوطني. مدربا يمكن يعني يوم من الايام يعني قعدنا مع بعض، وعرفت انه عنده عقليه مختلفه تماما في كره القدم، نحن بنحتاجها في السودان بشكل كبير، في انه اخراج طاقات اللاعبين، العمل الجاد جدا جدا. انا دي حاجه عايز اسالك منها، بالذات لو في لاعبين بيشاهدونا الان يستفيدوا ويتعلموا منها. حتى يا محمد شكل التدريب، الاحمال اللي بتكون في نادي التحرير مختلفه تماما منها في الخرطوم الوطني. المدرب الاجنبي مختلف تماما من المدرب السوداني. الحاجات دي برضه عايز تكلمني عنها شويه. طيب يعني كواسيابيا، يعني انا ابدا لك من انه احنا كان عندنا شعار في النادي، هو كان عنده شعار في النادي بيقول لك وي بلاي وي نوت allow them to play. يعني نحن نلعب ما نخلي التيم الخصم يلعب. ده كان نعم. شعارنا في النادي. يعني دي من الحاجات التكتيكيه اللي كانت موجوده، ده كان شعارنا في النادي، نحن نلعب الخصم ما يلعب. نعم. يعني يعني في طريقه تدريبه، اول حاجه نعم. تدريبات يعني على مستوى عالي جدا جدا، تدريبات لا هي بدنيه بحته، لا هي تكتيكيه نعم. بحته، لا هي بحته، يعني تدريبات يعني ممكن شامله يا جامد. محمد، ممكن تكون زي شنو، زي فلسفه الكره الشامله بشكل عام، في انه فكره انه الكوره لو معاك الخصم ما حيزعجك. ايوه، اول ما فقدت الكره تسترجع الكره ثاني، دي كانت فلسفه كواسيابيا. نعم. انه كواسيابي يعني كان بيقدر يوفق بين اللعيبه، يعني يكون يعني قدر يخلق منظومه كامله بين شنو؟ بين اللعيبه اللي بيلعبوا اساسيين، واللعيبه اللي في الدكه، واللعيبه اللي قاعدين في المنصه فوق. يعني ده من خلال شنو؟ انه نحن وحده واحده وروح واحده. انا واحد من الناس يعني كنت قاعد، يعني يا انا في الدكه يا قاعد فوق، اصلا جوا الميدان ده نهائي، يعني يا قاعد فوق يا في الدكه مع كواسيابيا. نعم. لا، انا منو واحد منو من من اللاعبين اللي كان بيلعب على خانتك؟ في كتار، يعني كانوا في كتار، يعني كان في اول حاجه كان في التش، يعني نعم. كان في التش بيلعب على اليمين طوالي. نعم. كمان في دومينيكو بوي كان بيلعب طوالي على اليمين. يعني ده اللي كنت انا مرات بخش، يعني بخش بديل لهم يعني في بعض المباريات.
نعم نعم. طيب كواسابيا كيف قدر يعني مش نقول غير من عقليتك، او يعني قدر يحتضن محمد المصطفى، او قدر مثلا يعني يحاول بقدر الامكان يخليه في المود مع اللعب عشان يتطور عشان يتدرب. وانت عارف يا محمد عقليه اللاعب السوداني يمكن عادي جدا يعني يكون نرفي جدا ويمشي من التمارين او يغيب يعني حتى لو كان بيلعب في دوري ممتاز. يلا دي كلامك ده يمكن دي الفكره اللي طرأت في بالي انا اول ما جيت. انا اول ما جيت نعم لما بلعب يمكن الفكره دي جات في بالي. لكن كواسيابيا يعني ازاح الفكره دي من ذهني من خلال انه شنو كان بيتكلم معي. يعني انا بتذكر انه يعني مره انا جيت سالته، يعني قلت له لانه انا منتظم في التدريبات، بلعب في الكوره الأولمبية يعني بصوره جيده جدا، بسجل اهداف في الكوره. فجيت سالته قلت له يا كوتش انا عايزك توريني انا اعمل شنو عشان العب اساسي. يمكن انا في حاجه ما قاعد اعملها اضافيه، او في نعم حاجه سلبيه قاعد اعملها عشان اتخلى عنها. قام قال نعم لي يا محمد انت مشكلتك واحده، قال لي انت بتحتفظ بالكوره كثير. اول نعم. ما تخلي انت حتبقى اول زول معي هنا اساسي في النادي. انا من اللحظه دي يعني شغال على نفسي لحد ما كواسابيا يعني ربنا يعني ما وفقه وكمل مسيرته معنا ماشي في النادي. انا كنت اجنو يعني انا كنت بحاول بقدر الامكان انه انا ما احاول نفرين ثلاثه، عرفت يعني واحده اثنين واحده اثنين. ويمكن كواسابيا يعني عنده فضل عليه كبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى، على اساس نعم انه انا يعني من طريقه بتاعت لعبي او اغير من اسلوبي. انا زمان كنت فاهم انه الزول اللعاب هو الزول اللي بيحاور الناس كثير. والله دي بسمع الفكره كوره دي كثير. الفكره دي الفكره اللي كانت في راسي. لكن بعد نعم ذلك اكتشفت انه اللعاب هو الزول اللي بيلعب، اللي بيطلع الكوره من رجله، اللي بيلعب باص خانه، بيلعب في مساحات. اللاعب الذكي هو اللاعب اللعاب وليس اللاعب اللي بيحاور بالكوره كثير. يعني ممكن نقول يا محمد يعني علمك تلعب من غير كوره، ودي واحده من الحاجات المفتقده للاعب السوداني. بالضبط كده. نعم انا انا يعني هسه انا حاليا يمكن اكثر يعني اكون اكثر يعني واحد من اكثر اللعيبه اللي بيلعبوا في المساحات في الدوري السوداني. نعم انا كل يعني نادر ما يعني انا بلعب بكوره مرات كثير، لكن هسه انا خطورتي في انه انا بلعب بدون كوره. نعم. طيب يا محمد، النقطه دي تحديدا في بعض الانتقادات جات يمكن في صحفيين انا اتكلمت معاهم قبل اللايف ده، بتكلم عن محمد المصطفى النجم القادم اللاعب المميز جدا، يعني شكروا فيك كثير جدا وتكلموا علينا امكانياتك مميزه جدا، الا انه قالوا مش الاحتفاظ بالكوره، يعني فكره انه اللاعب خط الوسط او المهاجم او اللاعب اللي بيلعب الرقم في مكان الرقم 10 او تحت المهاجم، محمد المصطفى ما بيخدم الكوره كثير واحيانا بيلعب بمزاجه. الحاجه دي بتتفق معاه ولا بتعدل عليها ولا بتنفيها؟ والله شوف طبعا يعني هو ليونيل ميسي يعني او كريستيانو رونالدو ما سلموا من الانتقادات يعني. فاكيد يعني نعم محمد مصطفى حيسلم من الانتقادات. وانا نعم حابب اقول رساله من هنا لكل المنتقدين انه يعني يا ريت ما توقفوا الانتقادات، ويا ريت تستمروا في الانتقادات، لانه دي حاجه بتقويني انا. يعني انا قدر ما القى ناس انه بيتكلموا في انه محمد مصطفى ما كويس في الحاجه دي، محمد مصطفى بيحاول يحسن من الحاجه دي وبيجتهد اكثر. نعم فلو أنت ما تنتقد فينا انا هاخد في بالي انه انا خلاص يعني وصلت وما حاجتهد اكثر. فيا ريت انه يعني يواصلوا الانتقاد على اساس انه انا نعم اجتهد اكثر. نعم بالنسبه لي كلام. نعم انه انا تفضل. مثلا يعني بحتفظ بالكوره كثير او يعني او ما بخدم الكوره كثير، يعني ده يمكن كلام يعني انا حانفي لك. لكن انت ممكن تسال يعني الناس اللي قاعده معي جوا الميدان بوريك انه نعم محمد مصطفى يعني ادواره شنو جوا الملعب. انا مرات بيكون عندي ادوار معينه، انا مثلا بلعب كمهاجم عندي ادوار معينه بشتغل عليها، يعني ما بمزاجي انا يعني. نعم. يعني وفق منظومه، انت بتلعب وفق منظومه معينه، لكن طبعا يا محمد الواحد لما يتكلم عنك 70% بشكل جيد يتكلم عن 30% انتقاد، اعتقد انها نسبه نجاح مميزه جدا، ودي حاجه تحسب لك انت وعلى اجتهادك في الفتره الجايه، وان شاء الله نشوف نجم مميز جدا. حاحاول يعني اتكلم عن، انا داير اشوف اهم المباريات يعني شفتها لكواسي ابيا كمدرب مع الخرطوم الوطني. اهم المباريات اللي شفناها يعني مع كويس بيها كمدرب كانت مباراه المريخ العاصمي كانت في استاد الخرطوم اللي انتصرنا فيها 1-0 على نعم المريخ بهدف كابتن بحييه من هنا الكابتن الكبير صلاح الامير. يعني نعم انا الكوره دي كنت قاعد كنت قاعد في المقصوره فوق ما لها بالذات، كنت قاعد في نعم المقصوره فوق. يعني صراحه الكوره ديك ابيا يعني ادار كوره بطريقه جيده جدا. لعيبه كانوا منضبطين على مستوى عالي جدا من المسؤوليه. كوره كانت تكتيكيه بطريقه يعني مثاليه. المريخ الوقت ده كان في قمته، الخرطوم الوطني يعني ويعني مهما حاول يعني يفضل المريخ يعني نادي كبير في النهايه يعني. اكيد طبعا اكيد. طبعا اكيد الكفه يعني نعم للمريخ يعني اكيد. يعني الازليه في شنو في التاريخ بالنسبه للنادي المريخ يعني.
فدي كانت كوره كبيره وانا استمتعت بها جدا، والحمد لله انتصرنا بهدف لا شيء. نعم. حابب اسالك برضو حاجه كده، انا برضو على المستوى الشخصي حابب اسمعها دائما من لاعب محترف زيك في الخرطوم الوطني وتدرب على يد كواسي ابيا. شنو الحاجه اللي كان دائما بيتكلم عنها كواسي ابيا بالنسبه للاعب السوداني المفروض يغيرها؟ يعني حاجه ما كانت عاجباه عند اللاعب السوداني. والله هي في حاجات كثيره ما كانت عاجبه كواسي بها في اللاعب اهمها السوداني. مختار لي اهمها. اهمها الانضباط. نعم. الانضباط انضباط داخل الميدان. يا انضباط يعني داخل الملعب ولا خارج الملعب كزمن؟ داخل وخارج الملعب. هو كان بيتكلم في الزمن، يعني ما بصوره ملحه زي ما كان بيتكلم عن الانضباط داخل الميدان. يعني دائما نعم. بيقول لك ان اللاعب السوداني ما بأدي المهام يعني اللي بتتوكل له من المدير الفني. يعني انت بتدي اللاعب السوداني بيقول لك مثلا مهام معينه، بيخش بيقول لك يا اخي اسمع يا اخي الزول ده ما تشتغلوا بكلامه، نلعب كده. يعني الإيه؟ دي كانت. محمد دقيقه، محمد دقيقه. انا طبعا واحد من الناس يعني لصيق بالمجال الرياضي وعارف يعني شنو مدرب يجي في الخط ويقعد يتكلم طول المباراه ويوجه بطريقه تحسسه زي اللي بيشككوا في نفسه في انه لا يا جماعه هذا ما الكلام اللي انا قلته. الكلام ده حقيقي حرفيا حاصل حتى على مستوى الدوري الممتاز، انه في بعض اللاعبين احيانا يخشوا الملعب يعني حتى ولو يعدلوا عضله المدرب. اكيد طبعا في كثير. ما هي العقليه دي اصلا، العقليه دي هي عقليه خاطئه، ومش يعني مش في السودان، في افريقيا كلها. دائما نعم. يعني كثير من اللعيبه بيشوفوا انه رايه يعني اهم او افضل من راي المدرب. ومع انه نعم. ده مفهوم جدا. يعني انا يمكن انا يعني ممكن اشوف، يعني انا اشوف حاجه في الميدان يمكن انا اقدر اغيرها او اقدر احسن منها او اقدر اضيف عليها، لكن في النهايه انا ملزم انه انا اطبق كلام المدرب. ما هو بعدين في النهايه اللي بتحاسب المدرب ما بتحاسب انا. هو نعم. حاجه اللي اداني المدرب، لانه في النهايه بتحاسب المدرب ما بتحاسب انا. المدرب ممكن يحاسبني انا على تقصيري معه، يعني اداني مهام معينه ما قمت بها ممكن يحطني في الدكه. انت عشان نعم. تتجنب الحاجه دي او تتفادى الحاجه دي انت تطبق كلام المدرب بحذافيره داخل الميدان. نعم. اي مرات في المدرب ما بكون شايفها، يعني نعم. في اضافات ما بيطلبها منك انت بتعملها الا لمصلحه الفريق. لكن في النهايه لازم تلتزم يعني بالخانات، لازم تلتزم بالتكتيك، لازم تلتزم بكلام نعم. المدرب لانه هو نعم. اصلا بيدفع يعني. نعم. من النصائح دائما ممكن انا بحاول دائما حتى لعبت الكوره إن حصل بيني وبين اي حوار انه بقول لهم دائما انتوا انا بديك مثلا مربع اتحرك فيه، قدرت تضيف حاجه تخليك في نفس التراك بتاعنا ضيف، ما قدرت تضيف نفذ زي كلامي بحذافيره. حتى ولو قلت لك اعمل حاجه يعني انا لو طلبت منك الغلط جوا الميدان انا مش اعمله ليه كامل لانه انا المسؤول منه، مش انت كلاعب تجي حتيجي تعدل على كلامنا. عشان كده الحاجه دي يا محمد انا شفتها كثير في كل الانديه حتى على مستوى القمه على مستوى الدوري الممتاز الدرجات بمختلف مسمياتها، انه دائما المدرب بيعاني الامرين في انه دائما بتلقاه في الخط بينادي بطريقه يعني زي اللي عنده حاجه رايحه وتحس انه مالك يقول لك والله الكلام ده انا ما اتفقنا عليه. فالعقليه دي صراحه محتاجه تتغير لانه الاحترافيه محمد ما بتسعي في اللاعب السوداني بعدين عشان يجي يعني يتعامل مع المباريات بالطريقه فيها عدم انضباط داخل وخارج الملعب بالحاجه دي. واكيد انت يا محمد دي حاجه استفدت منها كثير. اكيد طبعا اكيد طبعا. نعم. حاليا يا محمد يعني بعد مباريات الخرطوم الوطني الافريقيه والتالق الكبير جدا احنا ممكن عرضنا هدف من شويه كان هدف مميز جدا ليك وواحده من المباريات اللي يمكن ساهمت فيها بشكل جيد، انه كانت في عروض من دول افريقيه. الكلام ده كان يعني جاء بشكل مباشر مثلا ولا ما وصلك انت ولا كان مجرد كلام اعلام؟ والله طيب انا يعني انا ما حاخذ لك في التفاصيل يعني كامله، يعني نظرا لانه يعني ما عايز الناس يتداولوا الموضوع يعني يدخلوا فيه كلام اصلا هو ما فيه. لكن انا نعم. حديك الخطوط العريضه. نعم. صح كان في عرض من نادي موتيمبا الكنغوري، دي نعم. بصوره رسميه بالنسبه لنادي الخرطوم الوطني. نادي الخرطوم نعم. الوطني عرض موتيمبا الكنغوري وقال لهم رسلوا التفاصيل الماليه اللي هي الفاينانشال ديتيلز دي المفروض نعم. يرسلوها. ما رسلوها الزمن ده. نعم. الموسم استمر بصوره عاديه. هسه قبل يعني اسبوعين تقريبا نادي موتيمبا الكنغولي حرك الموضوع تاني، رسل تاني بالنسبه لي انا يعني شخصيا وبالنسبه لنادي الخرطوم الوطني انه جدد الرغبه في انه يعني عايز محمد المصطفى. حتى الكلام نعم. ده نزل لو انت عندك علم حتى نزل في الصحف الكنغوليه اكيد. نعم. نعم. عندهم هناك في البلد. او ويعني نحن حاليا يعني غير العرض بتاع موتيمبا في عرضين ثانيين. في عرض من دوله الكونغو ذاتها لنادي ثاني غير موتيمبا، نعم. وفي عرض من دوله
دوله خارجيه ثاني. انا بس ما حاخذ لك في التفاصيل، قلت لك عشان نعم الناس ما تقدر يعني ما تتداول الموضوع بصوره نعم، نخليك خاطئه ان شاء الله او وتطلع معنا ثاني كده في لايف نناقش الموضوع فيه بشكل افضل. او تملك الناس معلومات خاطئه يعني. ان شاء الله باذن الله. يا محمد، شنو الفروقات بين انك انت حاليا يعني عندك عروض احتراف، في نفس الوقت برضو يعني عقليتنا احنا كلاعب سوداني بالنسبه له القمه، يعني زي ما قال لي شرف الدين شيبوب في الحلقه الاخيره، قال لي انه نحن التفكير بتاع عربيه وبيت عايزين اللاعب يتغير، يعني يغير تفكيره من الاتجاه ده. انت كيف بتنظر للاحتراف بشكل عام؟ هو الاحتراف في النهايه يعني للاعب كره القدم يمكن الاحتراف يكون كمهنه يعني، مش يعني انت نعم تشتري عربية في البيت وتجي تقعد عاطل يعني. نعم الاحتراف كمهنه او الاحتراف كسيره ذاتيه يعني. انت نعم بتحترف انت عايز تعمل اسم اول نعم حاجه، تعمل انجازات لنفسك، ما نعم انسى الجانب عايز كده يعني تعمل جانب مادي كويس بالنسبه لنفسك، مستقبل بالنسبه لنفسك. لانه كره القدم ما هي بس بتتلعب داخل الميدان. يعني هسه بنشوف نعم كل اللعيبه الكبار اللي بيعتزلوا زين الدين زيدان، بطل يلعب كوره، بقى مدرب من انجح المدربين. بنشوف نعم مدربين بقوا بنشوف محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، كان من اعظم نعم اللاعبين في مصر، كان نعم هو رئيس نادي الاهلي المصري يعني. والامثله كثيره جدا جدا يعني. ما انت بس نعم الاحتراف ما هو انك انت تطلع دوله خارجيه تلم لك قرش قرشين، تجي في السودان هنا تبني لك عربيه نعم وحبابك لا، الموضوع ما كده. نعم. الموضوع انك يعني عقلية، يعني انت انت ذاتيه كمحمد لنفسك مصطفى، تتعب. عقلية لاعب ينتقل من أندية الممتاز للقمة، يعني شايف انك انت عايز تاخذ خطوه ابعد من كده، ولا لو جاك عرض مثلا من مريخ او هلال في امكانك تنظر له بنظره مختلفه من نظره انك تمشي مثلا موتيمبا الكونغولي مثلا، او عروض الثانيه من الكونغو او من الدول الاخرى؟ طيب يا محمد، انا كلاعب محترف عندي عقد احتراف مع نادي الخرطوم الوطني اللي هو يعني حينتهي هسه في الشهر ده. نعم دائما اللاعب المحترف هو اللاعب اللي بيدرس العروض. نعم يعني انا بقبل عرض يعني بقبل عرض خارجي من دوله الكونغو، بقبل عروض من دوله السودان هنا، بدرس العروض. الحمد لله انا عندي وكيل يعني شغال معي، بدرس العروض دي. العرض الافضل بالنسبه لي انا ماديا، آه، كرويا، بالنسبه لي يعني لظروف اسرتي، لظروف الناس اللي انا محيط بها، بالنسبه يعني العرض البر عنده اهل يعني حيعوض لك مثلا فروقات اللغه، فروقات الاهل، الفروقات العينيه دي. هل العرض البر حيغطيها لك؟ العرض الداخلي هل حيغطي لك العروض يعني الفروقات الماديه؟ يعني انت بتدرس العروض كلها، بعد ذاك انت بتقدر يعني تختار العرض الافضل يعني. نعم. عروض المريخ والهلال للعيبه السودانيين ممكن تكون فيها ضجه على مستوى الاعلام بشكل كبير، الا انه ممكن واحد زيك بالموهبه اللي عندك، يعني مع لاعبين كثيرين على اكيد على مستوى الدوري السوداني، وحاليا انت يمكن مطروح بشكل كبير على مستوى انديه القمه، يعني دي اخبار انا بقول لك مؤكده. بتعاين العرض من مريخ او هلال اكيد حجم الناديين محفوظ حتى على مستوى افريقيا، وبالتاكيد ما في اي مقارنه بينه وبين موتيمبا كامبولي. انما عرض الهلال والمريخ يمكن يكون ماليا اكبر، مع زخم اكبر، اعلام اكبر، جماهيريه اكبر بالنسبه لك انت كلاعب، يعني جماهيريه زي جماهيريه المنتخب الوطني، ويمكن تكون شويه اكثر. فانت كيف بتعاين مثلا لانه عرض موتيمبا الكونغولي او العروض الاخرى باعتبارها هي كخطوه كاحتراف لك انت عشان تاخذ خطوه افضل في دوري مختلف، في اضافه نوعيه لك انت كلاعب كوره، ولا بالنسبه لك الدوري السوداني يمكن يكون كوجهه انا اكمل في هلال مريخ او اكمل في مريخ هلال، بالنسبه لي برضه خطوه لقدام؟ طيب انا اقول لك حاجه يعني، احنا في ناس كثيره يعني عندها نظره خاطئه عن الاحتراف، وفي ناس كثيره بتقلل للاسف يعني من القمه السودانيه بتاعتنا. اهلال نعم والمريخ يعني انديه يعني لها زخم ولها اسم في افريقيا. يعني في نعم ناس يقول لك يا أخي يعني تمشي تحترف في توسوماني ولا تلعب في الهلال او المريخ؟ اكيد نعم تلعب في الهلال والمريخ. ما اي نعم احتراف خارجي معناه هو افضل من بلدنا. يعني احنا الحمد نعم لله الهلال عندهم زخم، عندهم كلمه، عندهم اسم في افريقيا. انت نعم بتنظر الموضوع مش على اساس انه انا بس خلاص امشي العب برا، ان شاء الله امشي العب في الصومال. لا، نعم الموضوع انك انت بتختار العرض الافضل بالنسبه لك، اذا كان نعم خارجيا او لانه الهلال والمريخ برضه عندهم اسم في افريقيا. نعم. وبيلعبوا على دوري الابطال. اكيد طبعا. نعم.
واكيد يعني اسمه كبير، ابطال العرب، كونفدراليه، ويمكن في انديه تكون في افريقيا ما بتلعب على اي بطولات افريقيه، الا انه برضه في لاعبين احيانا بيعطوك خطوه الاحتراف. انما تفكيرك اللي فيه دبلوماسيه عاليه، اللي فيه ايجابيه كويسه جدا بالنسبه لك انت كلاعب، انا عشان صراحه يعني بقيمه جدا صراحه، لانه حاسس انك انت الكلام ده ما بتقوله الليله على السؤال ده، انت مخطط ومفكر بشكل جيد، لانه مريخ هلال ما اعتقد انهم اسمهم يعني شويه في افريقيا، اكيد ينقصهم حاجات كثيره جدا عشان يكونوا ابطال لافريقيا، الا انهم اسامي كبيره جدا. أم طيب انا ما عايز اسالك سؤال، يعني خلينا كده في نقطتين، انه مثلا مفاضله بين هلال المريخ او مفاضله بين احتراف السودان، انك انت رديت رد شافي وافي عن النقطه دي تحديدا، وحابب برضه اتكلم عن المنتخب الوطني وانضمامك له في الفتره الاخيره. والله طبعا المنتخب الوطني يعني انا صراحه كنت سعيد جدا، يعني كنت سعيد كل السعاده ان انا امثل بلدي. يعني ده حق مشروع لي انا ومشروع لكل اللعيبه السودانيين، انه اي زول نعم. يعني يكون فخور بارتداء يعني شعار بلده، انه يتضرب له يعني سلام الجمهور يعني. نعم. فصراحه يعني الفتره اللي انا يعني التجربه مع المنتخب الوطني، اني يعني انا تجربتي مع المنتخب الوطني تجربه قصيره جدا، يعني قصيره نعم. مد القصر. لعبت مباراه واحده اللي هي ضد نعم. منتخب، اللي هي المباراه الوديه. نعم. وثاني ما ثاني للاسف ما استدعيت المنتخب الوطني. لكن ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله يعني ربنا كده يعني استدعي مره اخرى في المنتخب الوطني، واقدر اساعد المنتخب الوطني انه يحقق طموحاته. وان شاء الله يعني حتى لو ما استدعوني للمنتخب الوطني، انا بتمنى انه المنتخب الوطني يعني تحصل تغيير زي ما حصل تغيير في البلد، ان شاء الله يعني يكون في نعم. تغيير في المنتخب. توفق يعني اذا كان مع محمد المصطفى وبدون محمد المصطفى. نعم. آه، رايك شنو في اضافه المحترفين السودانيين اللي كانوا في الخارج في الفتره الاخيره؟ يعني ياسين حامد حاليا ممكن بنشوف برضه يونس، بنشوف موفق عادل، بنشوف في لاعبين كثيرين جا السودان باعتبارهم كانوا نجوم بيلعبوا في الدوريات الثانيه، وحاليا يعني بيقوا مطروحين في الساحه بشكل كبير في انهم يشاركوا مع المنتخب الوطني في قادم المواعيد. فكره والله المحترف السوداني الخارج يعني والله نظرك عنها كيف؟ المحترفين يعني الجو لعبوا في التصفيات الاخيره اللي هي المباراه نعم. اللي كانت ضد الهلال. يعني يمكن هم يعني على درجه عاليه جدا، يعني مهاراتهم مميزه جدا او مستواهم مميز جدا. لكن للاسف يعني مدربنا مدرب المنتخب السابق، يعني انا بحترم جدا قراراته، في النهايه هو نعم. مدير فني في النهايه. لكن انا كنت شايف انه كان ممكن يتيح لهم فرصه اكبر انهم يعني يلعبوا، او يعني يلعبوا زمن اكثر عشان يقدروا يثبتوا للناس انهم هم يعني جديرين انهم يستدعوا يمثلوا المنتخب الوطني. نعم. بالتاكيد كلام طيب جدا، وده اللي كان الناس كل السودانيين كانوا بيتمنوا انه يشوفوا فعلا المحترفين عن قرب، يشوفوهم في زمن اوسع من العشر دقائق اللي لعبها ياسين حامد في مباراه ضد ساو تومي. محمد، طموحاتك شنو؟ انت كلاعب يعني اكيد الواحد عنده يعني اهداف مرسومه بخطوات معينه يحاول يمشي عليها كاحلام. محمد عايز يعمل شنو؟ والله هو دائما في مقوله بتقول لك سكاي از اور ليميت، يعني الطموح ما عنده حدود. نعم. دائما بقول لك يعني لو تعلق قلب المرء بالسريه لنالها يعني. نعم. يعني ما عنده الطموح ما عنده حدود. انا ان شاء الله يعني بطمح انه ربنا يوفقني انه انا اصل لابعد مرحله. نعم. واكيد ده يا محمد ده حق مشروع لكل لاعب بالتاكيد متالق بامكانيات المميزه اللي عندك. وعايز اقول لك حاجه مهمه جدا يعني يا محمد، لاعبين كتار على مستوى العالم بدوا في خانات هم ما لاعبين فيها وتحولوا لخانات جديده وبقوا نجوم للعالم. يعني في لاعبين برضو كان عدم اهتمامهم بالكوره كان كثير، واهتموا بالكوره في وقت معين واستفادوا منها بشكل كبير. ممكن تكون بالنسبه لك يعني علامه ولا حاجه كده كنقطه ليك ونقطه تحول كبير جدا في كره القدم. وبرضه انا اكتشفت حاجه عن قرب، يعني بنشوفك بتلعب في كره القدم رجل بتمتلك مهارات مميزه جدا، صاحب بنيه جسمانيه جيده جدا، واحد من المواهب المميزه جدا الناس بتشار لها بالبنان، ولانه اكتشفت عقليه مميزه جدا زيك وزي عدد من اللاعبين السودانيين اللي بعرفهم على المستوى الشخصي، انهم بيمتلكوا عقليه مميزه جدا في انهم عايزين فعلا الواحد يغير من نفسه ويغير نموذج لاعب كره القدم السوداني المفروض ياخذ خطوات افضل في مسيرته ويكون فعلا نموذج يقتدى به في المجتمع. والله مشكور على الكلام الطيب. وان شاء الله يعني ان شاء الله تكون بوادر خير بالنسبه لنا التغيير اللي حصل في البلد. ان شاء الله يكون بادره خير، وان شاء الله يكون تغيير برضو على المستوى الرياضي. نقدر نشوف يعني دوري ممتاز بصوره افضل.
منظم بصوره افضل، نقدر نشوف يعني لاعبينا بيلعبوا في دوريات خارجيه افضل. نقدر نشوف شرف الدين شيبور، نقدر نشوف محمد عبد الرحمن، والغاية تطول وان شاء الله تطول اكثر واكثر واكثر، وان نقدر نشوف يعني عدد كبير من نعم اللعيبه، لانه الذخيره البشريه دي هي اللي بتفيد المنتخب الوطني. يعني اللاعب لما يمشي يلعب مثلا في الدوري الجزائري او يلعب في الدوري التنزاني او يلعب في اوروبا، الاحتكاك والعقليه بتاعته بتتغير، فلما نعم احتكاكه تتغير ده اكيد بينعكس ايجابا على منتخبنا الوطني. والمنتخب الوطني طبعا هو الهم الاول والاخير بالنسبه لنا احنا كرياضيين وكسودانيين، نعم انه منتخبنا يعني مع ضمن الزمره المميزه في افريقيا والعالم. نعم نعم بالتاكيد، وده برضه حق ويعني حاجه مشروعه بالنسبه لنا احنا كسودانيين، نشتغل على منتخبنا بشكل افضل، يكون الهم الوطني هو الهم، والشغل الشاغل ما تكون اللونيه هي الطاغيه على تفكيرنا وعلى توجهاتنا. محمد انا يمكن الزمن سرقنا واخذنا ما شاء الله من الزمن الكثير، وما عايزين نزعجك اكثر من كده الا انك انت ربيت الدعوه بتاعتنا اليوم. انما في اسئله مهمه جدا انا بقولها. اول حاجه ما حدخلك في نقطه هلالابي ومريخابي والكلام، انا اعتبرك يعني منتخب وطني بما انك انت لعبت المنتخب الوطني. اتفضل. اول حاجه قلت لك ما حدخلك في قصه هلال مريخ، انا اعتبرك منتخب وطني سوداني في المقام الاول. اوكي اوكي، ما مشكله. تمام كده. طيب عالميا بيشجع وين؟ ريال مدريد. ملك يعني. ايوه. ما حاسلك من افضل لاعب ولا ما في داعي؟ اكيد تحت كريستيانو رونالدو. اكيد طبعا، ما في افضل منه. طيب في التاريخ كريستيانو رونالدو برضه؟ في التاريخ كريستيانو رونالدو برضه. برضه؟ انت ما شفت ميسي ولا شنو يا محمد؟ انا شفت ميسي، لكن يعني متكامل زي كريستيانو رونالدو ما كان ولا حيكون. نعم بالتاكيد لاعب متكامل، وكريستيانو رونالدو على فكره مثال للاجتهاد، ومثال للاعب المنضبط جدا، مثال للاعب اللي الى اليوم يعني بيفكر بطريقه تخليه انه يلعب قال لغايه عمر ال 39 ولا 40 ولا فوق ال 40 يعني، فدي عقليه احترافيه في يعني انا اعتقد انه ما شوف يعني عيني دي ما شافت لاعب بيجتهد زي كريستيانو ولا حتى عنده احترافيه زي كريستيانو رونالدو. حاليا جاني سؤال يا محمد، بيتكلم عن انه هل بتهتم بتسويق نفسك على مستوى السوشيال ميديا بشكل عام، صفحات على تصاميم وحاجات زي دي؟ والله انا كانسان عادي جدا، يعني في القرن اللي فينا ده اللي هو قرن التكنولوجيا، اكيد. انا انا يعني عندي حسابات، عندي حساب نعم عندي حساب على الانستغرام، عندي حساب في تويتر. لكن يعني يمكن انا واحد من الناس القلائل، يعني نادرا ما يعني اخش او نادرا ما انشر، يعني انا قليل جدا، يعني قليل جدا. حتى في التعليقات قبل في واحد كاتب يعني انت ليه قليل الظهور اعلاميا. انا نعم ما يعني يمكن حاجه تكون عفويه، او انا يعني ما عندي الشغف ده انه انا يعني مثلا من الناس اليوم مثلا انزل بوست او يعني انشر نعم يومي، او يعني اتكلم عن حياتي الشخصيه، ما في يعني انا حتى لو يعني لو ناس نعم. بتلاحظ انه انا الصوره اللي بنزلها ايها كلها يا صور، يا صور مباريات، يعني يا نعم صور مع برضه ناس. الاهداف يا محمد دائما ما تغفر لحته التحديد، لانها هي مهمه جدا بالنسبه لك انت كلاعب. انا بسوقك للانديه، انت لما تنزل مثلا اهدافك اهم اهدافك، انت عارف ان عندنا يعني شح في المحتوى الرياضي، شح في حتى في الشركات اللي بتشتغل على صناعه كره القدم بشكل عام في السودان. فبالتالي يعني انا يعني في لعيبه كثيرين حاليا انا بعرفهم على المستوى الشخصي شغالين يسوقوا في نفسهم بنفسهم، يعني حتى الفيديوهات دي الواحد بيشتغل انه بيقطع فيديوهاته براو عشان يقدر يرفعها على السوشيال ميديا والناس تشوف اهدافه كيف وامكانياته. فهي دي حاجه برضو انت ما تغفر لانها مهمه جدا، بامكانياتك اللي عندك دي اعتقد انه ممكن تكون لك اضافه كويسه جدا. ان شاء الله كلام طيب منك، وان شاء الله اقدر يعني ازيد في الحاجه دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. محمد والله استمتعت جدا 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 بالحلقه دي، اكتشفت فيك حاجات مهمه جدا جدا، وانت ما شاء الله يعني بنقول ابن مؤسسه مهمه جدا الخرطوم الوطني، واحده من الانديه اللي انت يعني بتحترمها يعني في التعامل معاها، وعندهم احترام كده خاص للاعبين للناس اللي بتلعب معاهم، حتى في الوسط الرياضي عندهم كده مكانه خاصه يعني. فشاكر لك كثير وبرضه شاكر للاخوه في الخرطوم الوطني، وشاكر للناس اللي في التحرير والناس اللي في الكويت وكل الفئات اللي انت لعبت فيها، يعني طلعت لنا النموذج المميز ده. الله يخليك يا استاذ محمد، وانا شاكر لكم جدا على الاستضافه الجميله دي وعلى الونسه الحلوه دي. على الاقل غيرتوا لنا المود شويه، الواحد قاعد في البيت يعني الوقت كله زهجان ومع الحظر ده ما في مرقه ما في دخله، فانا شاكر لكم جدا. حاليا وقتك بتقضي كيف طيب؟
والله يعني هو معصية يعني نعم. ما في نشاط؟ بيكون، لا أكيد في نشاط، يعني أكيد في نشاط. أنا يعني بتمرن في البيت تمارين برائي، يعني عندي الحمد لله نعم. المعدات اللازمة للتدريب. الحمد نعم. لله بتمرن بصورة يومية، لكن في نفس الوقت عايش حياتي بصورة طبيعية جدا. يعني نعم. نعم. يعني حقنا العادي بناكل العصيدة، يعني عايش حياتي بصورة طبيعية كأي يعني ان كأي شاء الله طفل. ربنا بالهنا يا محمد، ان شاء الله ربنا يوفقك يا اخي. آه. محمد انا شاكر لك كثير يا اخي، بشكرك كثير والله، كنت معنا اليوم على منصه زول سبورت. الله يديك العافية حمد الوسيلة صح، يعني حوار كان شيق معاكم والأخوة الزملاء أيمن وحذيفة وكل طاقم العمل الفني. أنا يعني نعم. محمد معي؟ محمد مصطفى؟ محمد سامعني؟ يبدو انه احنا فقدنا الاتصال بمحمد في خواتيم هذه الحلقة، وأنا شاكر لكل الناس اللي تابعتنا من كل مكان، وشاكر لمحمد إنه أدانا جزء من زمنه. نجم الخرطوم الوطني والمنتخب الوطني، واحد من الهدافين المميزين جدا، واحد من أهم المواهب في السودان، وواحد من الناس اللي بيشار لهم بأنه فعلا حيكون مستقبل مميز جدا. عروض كثيرة جدا يا جماعة مقدمة لمحمد المصطفى من داخل ومن خارج السودان. نتمنى إنه فعلا يتروى أكثر وياخذ القرار الصائب عشان يقدر فعلا يكمل في مسيرته، ويكون نحن بنستناه دائما في المنتخب الوطني باعتبارنا قوميين. دائما نحب انه يكون النماذج والانتاج الجيد من كل الانديه سواء كانوا محترفين او سودانيين انه يكونوا بس كانتاج في المنتخب الوطني بشكل افضل. شاكر لكم كثير ناس تابعتنا من كل مكان على امتداد هذا البث داخل وخارج السودان. كنتم مع منصه زول سبورت وبرنامج نحن معاك وخليك في البيت. شاكر لكم كثير، الى اللقاء غدا حلقه جديده. شكرا. نحن معك، برنامج مع أميز النجوم في المجتمع، يأتيكم يوميا في 11 مساء على قناة زول سبورت عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن معاك، خليك